ليه الطيارة مش بتاخد بنزين 80 أو 90 على الأقل أوفر؟ لو ما كنتش تعرف فهم بيستخدموا أنواع مقاربة للبنزين بتاعنا وبيختلف حسب المحرك. كبس شبه اللي في السيارات وفي الطيارات المراوح، ولا نفاسة؟ لو كبس فهنستخدم بنزين اسمه AV جاز، وهو شبه بنزين السيارات فعلا ولكن أنقى مع نسبة رصاص أقل عشان تحسن من كفاءة المحركات والاحتراق. أما النفاسة فهي بنستخدم جيت فيول شبه الكيروسين أكتر، وفيه نوعين من الجيت، جيت A وجيت A1. الفرق بينهم بسيط، 7 درجات تجمد زيادة لصالح ال A1، درجة تجمده بتوصل سالب 47 درجة. الميزة بقى عن بنزين السيارات انه صعب الاشتعال في حرارة عالية زي الطيار ده اللي نسي ينزل عجلات، وكمان درجات التجمد لان الارتفاع العالي جدا بتوصل درجات حرارة لسالب 50 درجة مئوية. واخيرا بنزين نقي جدا بدون اي شوائب ممكن تسد فلاتر او محركات بملايين. لو حابين نعمل فيديو تاني عن اجراءات تعبئة خزانات الوقود وازاي بيحسبوا الكمية المناسبة لكل رحلة، اكتبولي في التعليقات.